السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى تكونوا في احوال وصحه جيده يا رب. وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله نحضر معكم النوغا بالكاوكاو او بالفول السوداني. جيت اقتصاديه وسهله في التحضير وكتوجد بسرعه. يمكن لكم ديروها باي مكسرات عندكم او كتعجبكم او تخلطوهم كيف ما بغيتوا. المهم انا اليوم بغيت نديرها معكم جيت اقتصاديه وكتجي رائعه في المذاق. وبلا ما نطول عليكم ندوزو باش نبداو بالمقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا 250 غرام ديال الكاوكاو او الفول السوداني. عندي هنايا 200 غرام ديال السكر. كميه السكر تقدروا ديروها قد الكميه ديال الكاوكاو او لا المكسرات اللي غادي ديروا. المهم انا مبغيتهاش فيها بزاف ديال السكر او بزاف ديال التعسيله، درت لها 200 غرام يعني نقصت. حطيت هذيك الكاوكاو هنايا في هذا اللاطه، غادي نحمرو في الفران، تحمروا فيما بغيتو في مقله او كيف ما بغيتو. المهم ضفت واحد المعلقه صغيره د الزيت، ماشي بزاف، غير غادي ندهنوه يعني نلبسوه واحد شويه وغادي ندخلوه يتحمر. راه دغيا كيتحمر، يعني الا درتو في الفران ما تغفلوش عليه. وجب طفيو عليه هو باقي اللون ديالو ابيض، حيت من بعد ملي كيبرد عاد كيزيد يتحمر، يعني ما تحمروش حتى يولي محمر بزاف اولا غادي يتحرق لكم. والنار ايضا تكون مهيله على 150 درجه حتى 160. ومره مره كنقلبوه هكا، يعني كنحركوه باش كله كيجينا يعني محمر، ما كتبقى شي حبه خضراء. صافي انا حتى تحمر لي ديك الكاوكاو وطفيت عليه، عاد دوزت باش نعدل الكراميل. عملت المقيله فوق النار تكون ماهنه يعني المينيموم، وغادي نعمل عليه ديك السكر ونخليه حتى يبدا يذوب بوحدو يعني بلا ما نقيسوه، حتى كنشوفوا السكر كله داب. هنا راه شيت واحد الرشيشه ديال الملحه. المهم كنبقاو نحركوا ديك المقله غير نهزوها هكا بيدانا ونبقاو ندوروا فيها. غادي نضيف هنا واحد نص معلقه ديال السكر باني، كيعطيها واحد المذاق حتى هو رائع. وكما شفتوا ها هي بدا كيذوب السكر، كنهزو غير المقله ونبقاو نحاولوا نحركوها غير هكا، كندوروها حتى كيذوب معنا ديك السكر كامل. عاد كندخلو واحد المعلقه اللي غادي نحركو بها، وكما قلت لكم النار تكون مهينه بزاف باش ما يتحرقناش ديك السكر او ديك الكراميل ويجي المذاق ماشي مزيان. صافي من بعد ما داب السكر كما شفتوا عاد غادي نحركوه، ومن الاحسن بشي مغرفه هكا ديال اللوح ونردو بالنا، لان راه هنايا راه كيكون الحراره مرتفعه بزاف، يعني نردو بالنا. صافي غادي نضيفو ديك الكاوكاو ولا ديك الفول السوداني اللي حمرناه من قبل. انا راه خليته في الفران باش يبقى لي سخون. المهم فتحت الباب وخليته تما. من الاحسن نضيفوه هو سخون باش ما يجمدناش الكراميل اللي عدلنا. وهاد المرحله راه خصنا نديروها بواحد السرعه، يعني كما قلت لكمش ما يجمدناش مباشره. وقبل ما نديرو هاد الكاوكاو في التعسيله يعني في الاول خصنا نكونوا داهنين واحد الكاغيط او الورق ديال الفرن بالزيت باش نوضعوا عليه هذا التعسيله اولا هذا النوغا ديالنا. صافي كنحاولوا نقادوه هنايا انا بالمطلق بغيت كنطلقوه. من الاحسن تخليوه رقيق شويه، ما تخليوهاش غليظ باش كيجي في العضه هو هذاك. المهم راه كيجي مقرمش وكيجي يعني ما كيجيش قاصح ولا شي حاجه، كيجي مقرمل. يعني ملي تعضوه راه كيتهرس غير بوحديتو، تقطعوه غير بيداكم راه كيتهرس، يعني صدقوني كيجي رائع. صافي نتناو عليه واحد شويه غير يبرد، ماشي يبرد يعني يولي لنا دافي، يعني نقدروا نقيسوه ونقطعوه باش يتقطع لنا بسهوله، يعني ما نخليوهاش حتى يبرد تماما، حيت الا برد بزاف راه غيصعب علينا. خصنا نقطعوه هو باقي شويه دافي باش ديك الكراميل كيطع معانا. صافي تقطعوا الشكل اللي بغيتو، طوال مربعات كيف ما بغيتو. المهم انا قطعته لهذا الشكل. هذيك الجوانب اللي بقاو مخصرين هذوك رانا حطيتهم بوحديتهم وكليناهم، راه ملي كانوا كيتقطعوا كانوا كيتهزوا. المهم انا غادي نوريكم الشكل النهائي، راه كيجيو غزالين لا في الشكل ولا في المذاق، وكما شفتوا دغيا كيوجدوا اقتصاديين بالخصوص بالكاوكاو. الا عجبكم فيديو وصلتوا حتى لهنايا ما تنساونيش بلاي لايك. كنتمنى الفيديو اليوم او الوصفه اليوم تكون نالت الاستحسان ديالكم. كنشكركم على حسن المشاهده، ونتلاقاو فيديو اخر مع وصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.